وصل لي مسج قتلني قتلني ورب الكعبة. يقول لك في ميزة حلوة بعد حق القصيرة، إذا تهاوشت مع زوجها يحط المكياج فوق الثلاجة. تخيلت نفسي وأنا نايم. اليوم قريت مقالة جدا عجبتني يا جماعة، 10 أسباب تخليش تحبين عمرك إذا كنتي قصيرة، يعني طولك أقل من 160 سنتيمتر. السبب الأول والأروع، عمره ما راح يبين عليك العمر، دائما شكلك يعطيك أصغر من عمرك، وهذه ميزة ما أتوقع في واحدة من الحريم تمانعها. الميزة الثانية، دائما تكونين في المقدمة، قانون المدرسة، القصيرة قدام والطويلة ورا، يعني بالصور، بالمسرحيات، بالعروض، بالطوابير انت أول. ميزة رقم 3، ما تحاتين تلبسين كعب متى ما تبين، ما تصيرين أطول من ريلك ولا أطول من الريايل اللي حوالينك، طولك طبيعي. ما حد راح يطرشك تجيبين شغلات عالية، تصيرين على طول انت المدلعة. الطوال هم اللي يروحون يبون كل شيء حقك، انت قاعدة بمكانك. رقم 5، الكل وده يساعدك، انت واقفة بالجمعية، اختي اساعدك اجيب لك هذا. اي والله ما طول. ثانك يو. رقم 6، ما تتعبين تلاقين زوج المستقبل، اذا تبين ريال اطول منك، حتى الريايل القصار اطول منك لما تكونين قصيرة، سهلات. رقم 7، إذا ما عجبتك هدوم الحريم روحي قسم الأطفال، حتى هدوم اليهال قياسك ب 12-13 سنة وأرخص بعد، توفير. ما تحاتين راسك يطق بمكان لما تدشين أماكن صغيرة أو أماكن ضيجة، نفس البيبان، لما تركبين داخل باص، لما تروحين أي مكان. رقم 9، اليهال كلهم يحبونك، حسبالهم أنت قدهم، وشكلك دائما بريء، ما حد يقدر يتهمك بشيء، الكل يقول معقولة النتفة البريئة هذه يطلع منها كذي. رقم 10، رغم أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أثبتت دراسات علمية تم إجراءها مؤخرا أن قصار القامة يعيشون، أتوقع عقب سناب اليوم كل السنافر بالعالم بيشوفون نفسهم ومهرهم بيصير أغلى، بنمشي ونقول أنا قصيرة مدلعة وهارد لك يا طويل. الحين الطويلات زعلوا، حبايبي انتي طول السنة الناس تمدحكم، خلونا احنا نعبر بعض شوي، نقص على بعض شوي. وصل لي مسج قتلني ورب الكعبة. يقول لك في ميزة حلوة بعد حق القصيرة، إذا تهاوشت مع زوجها يحط المكياج فوق الثلاجة. تخيلت نفسي وأنا نايم.